اليوتيوب ركزوا بقى معايا في فكرة فيديو النهاردة. جماعة عايزة اقول لكم بس حاجة، ان انا مستمتعة جدا وانا بصور فكرة فيديو النهاردة، بما اني هتكلم عن مدرسين حقيقي مجهوداتهم بجد مشكورة، مجهوداتهم لان هم يعني سهلوا عليا المواد بجد واستفدت منهم كتير وبستفيد منهم حتى دلوقتي اكيد. ففكرة فيديو النهاردة من رأيي الشخصي، انا بقول اهو، انا هقول من ضمن يعني من رأيي الشخصي المدرسين دول من افضل المدرسين في فترة ثانوي بالنسبة لرأيي الشخصي. تمام، المدرسين اللي انا برجح لكم ان انتوا تاخدوا معايا حاجة معانا التاريخ هو قناة الدكتور والقيصر. بجد القناة دي مفيدة جدا جدا جدا، والمدرس اللي بيشرح فيها انا بجد يعني بحب طريقته جدا، لان هو بيفسر المعلومة وبيحط نقط كده فوق بعضها، فانا طريقته دي بحس ان هي بتمشي معايا جدا وكويسة جدا. بطلق الاحداث في بعض، بما ان التاريخ من افضل الطرق ان انت تذاكر تاريخ ان انت الاول تسمعها كقصة، فده الاسلوب اللي بيتبعه المدرس اللي هو في قناة الدكتور والقيصر. ده بالنسبة للجغرافيا. والمدرس اللي انا كنت باخد معاه في تالتة اعدادي هو كان مستر مهاب سلامة على اليوتيوب. هو بجد شرحه كويس جدا، وفي مدرسين كويسين كتير، ولكن ده المدرس اللي كنت باخد معاه وكنت شايفاه كويس. ده في تالتة اعدادي. بدأت اكتر من اولى ثانوي الترم التاني بدأت اخد مع مستر محمد ناصر. بجد المدرس ده كويس جدا جدا جدا، وبيشرح بطريقة بصراحة انا حسيت ان هي ماشية معايا اكتر وكويسة جدا، بيبسط المعلومة كده ويفهمك ويحفظك واسئلة والحاجات الحلوة دي كلها. فده بالنسبة للرياضة. والمدرس ده بلا منازع كل الناس تقريبا بتشكر فيه، مستر لطفي زهران. المدرس ده سواء للمرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية شرحه كويس جدا جدا، وفيديوهاته الزتونة اللي دايما بيكلمنا عنها هي فعلا بتجيب من الآخر، وفيديوهات الشرح وكل ده بجد كويس جدا. شرحه كويس للإنجليزي. مين المدرس اللي اخد معاه في ثانوي أو في إعدادي حتى برضو مدرس كويس جدا ما شاء الله بجد، وطريقة شرحه مبسطة خالص، يعني بسيطة ما يعقدلكش المعلومة أبدا، وبيدي أمثلة ويكتب لك القاعدة. عمرو رجب المدرس ده كويس جدا جدا جدا، وطريقة شرحه بصراحة بتعجبني. الفرنساوي والعلم النفس والاجتماع، موقع الخطة التعليمي هو بلا منازع سواء في الفرنساوي، لأن في مدرسين كتير قوي في موقع الخطة التعليمي بالنسبة للفرنساوي، وبالنسبة لعلم النفس في مدرسين كتير قوي يكتبوا موقع الخطة التعليمي. ده بالنسبة للعربي، بما ان العربي فروع كتير جدا، يعني مثلا قراءة ونصوص وبلاغة وأدب وقصة ونحو، 7 فروع. تعتبر العربي تحسهم 7 مواد في بعض مش مادة واحدة. موقع الخطة التعليمي مثلا لو كتبنا درس النصر الجاهلي أو مثلا درس تانية أو تالتة، في موقع الخطة التعليمي هيطلع لي مدرسين كويسين جدا والله بجد بيشرحوا بضمير كمان حلو جدا، يعني بجد يعني لو هنقيم من حيث كل حاجة فاكيد موقع الخطة التعليمي هو يفوز. زي ما قلت لكم علم النفس والاجتماع والفرنساوي والعربي مدرسينهم كويسين جدا جدا جدا. درس المعلقات على الخطة التعليمي مدرس كده انا مش فاكرة اسمه، بس بجد شرح لي الدرس بطريقة جميلة جدا وزاد لي مفرداتي اللغوية اساسا، يعني في مفردات العربي وكده بجد. ده في الحقيقة انا بتبسط جدا وانا بصور لكم فيديوهات، وبقالي كام فيديو المشاهدات عمالة بترتفع، فانا مبسوطة اكيد جدا بالكلام ده. وبتمنى كمان على فيديوهات جديد اشتركوا في القناة، بما ان احنا ثبتنا على رقم معين فاحنا مش عايزين نثبت، احنا عايزين نزيد اكتر واكتر. تمام، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا بتبسط من ان انا اصور فيديوهات ليها علاقة بالمذاكرة او او حتى اي فيديو بنزله على قناتي، بما ان انا بحب يوتيوب جدا وكان نفسي ان انا افتح قناة محتوى اكيد، يعني اللي هو عن تطوير الذات والدراسة والمذاكرة وازاي نحقق احلامنا وهنشجع بعض والكلام كل الكلام الجميل ده اللي هو بيركز اكتر على كاريرنا كبنات او ايا كان اللي بيتفرج على الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة. ويا ريت اي حد بيتفرج على الفيديو ده مش هتخسروا حاجة يا جماعة، انزلوا اشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنت شجعوني لان انا لسه مبتدئة. باي باي.